صحيح. كابتن زيدان، إذا انتقلنا إلى المنتخب الليبي. المنتخب الليبي في ثوبه الجديد يعود مرة أخرى إلى التصفيات. وقع القلم بمناسبة العودة مرة أخرى، إن شاء الله تقع الأقلام وتفوز الكتيبة الليبية في هذه المباراة المنتظرة. المدرب الصربي حقق نتائج قوية للغاية في آخر المباريات. ميتشو هو طبعا المنتخب الليبي عنده عناصر وجودة لاعبين جيدة ومميزة، ولكن عندهم مشكلة إدارية حسام كبيرة جدا، وهو اللي بيعاني منها المنتخب الليبي. يمكن في الفترة الأخيرة أنت عندك 5 لاعبين من المنتخب الليبي، وهم يمكن من افضل 5 لاعبين اعتذروا عن وجودهم مع المنتخب الليبي. يعني منهم معتصم المصراتي، ده من افضل اللعيبه الموجودين. منهم احمد بن علي، من افضل اللعيبه الموجودين، محترف في الدوري الايطالي درجه ثانيه. عندهم لعيبه كتير، عندهم محمد منير من افضل اللعيبه برضو الموجودين ظهيري اليسار للمنتخب الليبي. فطبعا مشكله اداريه بحته موجوده في المنتخب الليبي، يجب على الاتحاد الليبي ان هو يجلس ويجتمع. عندهم مدرب مميز، حتى المدرب ميتشو لغايه دلوقتي خلي بالك عقده انتهى، ولغايه دلوقتي ما جددوش عقده، مع ان هو من افضل المدربين اللي تولى المنتخب الليبي في الوقت الحالي، لان هو متعايش في ليبيا يا حسام، موجود في ليبيا، عنده سيارته، عنده بيته، بيخرج بياكل الاكل الليبي، متعايش نفسيا وسط اللعيبه. فانا شايف هو افضل مدرب ان هو يجدد معاه. وفي نفس الوقت هو المنتخب الليبي الاتحاد صرح ان احنا بنعتمد على الشباب الفتره الاخيره. طب انت الشباب المفروض يبقى في عندك مشروع. مظبوط. مشروع جايب مدرب على الاقل توقع معاه من 3 ل5 سنوات، ان انت بتعتمد على الشباب. اما اللعيبه الكبيره اعتذرت، وكلهم انا بعتبرهم مش كبار، لان 5 لعيبه عبارهم بين ال29 وال30 سنه، يعني يقدروا يدوك 5 سنوات كمان بشكل جيد، شكل مميز، شكل رائع. ولكن انا ما اعرفش اللعيبه اعتذرت ليه، ولكن اللي اتقال ان هم المنتخب ما فيش التزام، ما فيش انضباط داخل المنتخب. فدي حاجه اداريه، انا بالنسبه لي ده لازم يبقى في حل اداري. دعنا نذهب سريعا الى طرابلس الليبيه ونتساءل مع المحلل الفني تيسير البوعزي عن هذه النقطه تحديدا التي طرحتها كابتن زيدان.